في منزل سامي الخافت الإضاءة، تعبر ندى عن وحدتها، وصوتها يتردد في المنزل الصامت. سامي يعمل دائما كما تشتكي، وعيناها تعكسان إحساسا عميقا بالإهمال، وأسفاره المستمرة. أشعر بالوحدة الشديدة، تعترف ندى، وضعفها واضح. أحمد يستمع بإنصات، وتليني نظرته بتعاطف، بينما يملأ الصمت المشحون الغرفة. أنا أتفهم ندى. تجلس ندى وأحمد في صمت ثقيل، والهواء كثيف بالكلمات غير المنطوقة والتوتر المتصاعد. تنساب الدموع على وجه ندى، عاكسة الضوء الخافت، بينما يمد أحمد يده لمسته مترددة، لكنها مريحة. لحظة هشة من الحزن المشترك تلوح في الميزان، تمهيدا لتجاوز غير متوقع. تتحول الشفقة إلى شيء خطير مع تلاشي الخط، وأيديهم المتشابكة رمز للخيانة الوشيكة. لقد تجاوز الخط الأحمر. اتفاق صامت يختم مصيرهم في حميمية صامتة في منزل سامي. يعود سامي إلى المنزل مبكرا، والهدوء يضخم خطواته على الأرضية المألوفة. وجد أحمد وندى معا مشهد خيانة متجمد في الزمن. لا يتم تبادل أي كلمات، لكن الهواء يتشقق باتهامات غير معلنة وعاطفة خام. نظرة سامي الثاقبة تخترق أحمد وندى، كل نظرة خنجر حاد، وصامت يمتد الصمت مرورا، بينما يسحق وزن الحقائق غير المعلنة الغرفة.